انتهت مباراة الشرطة مع نادي الهلال السعودي بخسارة نادي الشرطة ب5 أهداف مقابل لا شيء. نعم، نادي الهلال فريق قوي ومدجج بالنجوم، وفوقها يلعب وين؟ على أرضه. هذا الشيء متوقع. يعني أنا قلت بالفيديو السابق، قلت طموحنا أنه تعادل فيها مجال، أو الخسارة بنتيجة هدف. 5 أهداف لا والله شوية صعبة، كان نادي الشرطة يقدر أن يجيب جول جولين 3 لو ما براعة حارس المغربي بونو. لكن يا رجل يا أحمد صلاح، أنت شوية أخذتك الغرور، شوية صار عندك، خصوصا من الإعلام يطبل لك أوه تعادل ويا النصر وشفت شلون هيك لعبة حبيبي، كل مباراة وظروفها. أنت كرجل ومدرب كل مباراة حضر لها وحد، ما تباوع على راحت. أنت قبل المباراة خايف، وما شايف أنا مدرب يصرح تصريح هم يخوف نفسه وهم يخوف فريقه. يقول والله أنا لو رئيس اتحاد أو هاي أخلي الهلال يلعب بالدوري الإنجليزي. هاي شلك بيها الساي، فريق 11 قبالك 11 دا تلعب قبالهم. التكتيك المناسب اللي تنزل بيه تمتص حرارتهم أمام جمهورهم وأمام اللاعبين، وذاك الوقت تلعب باص لمسة لمستين، تلعب على المرتدات. يشكوا فاتح الدنيا كلها قدامهم، شكوا. خط الدفاع للأسف ماكو بناء من خط الدفاع. يعني شفنا أداء الدفاع ما أعرف، يعني مناف يونس تباوع عليه، شو من تفكر تقول شلون راح يلعب منتخب؟ صراحة والله العظيم يا أخوي، ما يعني أداءك مو ذاك الأداء. يا مسلمين، يا سنحكي يقول لك أنت ضد اللاعب وضد اللاعب. لا والله مو ضد اللاعب، بس يا أخي أداء مو مال واحد لاعب منتخب. ما أدري يعرف لا يقطع لا يتمركز لا دنيا. شفنا محاولات من حسين علي، والله حسين علي مكانه بالله الكريم لو يسحبون المنتخب يعني بيه لازمه الولد دا يلعب ودا يقدم. بس تكتيك المدرب هو اللي يدمر الفريق. يا أخي يرجع باص لي ورا للحارس، كله يرجع للحارس والحارس يظل صافن المننطي يباوع على هذا، لازم يباوع على هذا. هو هيك لو عندك صانع العاب ولو عندك بناء لعبه من الخلف كان ما صار هذا الضغط عليك وخلى الكوتش بحيره. نحكي ونقول يقول لك يا بتكرهون. عمي ما نكره، غير فريقنا غير فريق بلدي. بس ما شاء الله المدرب المحلي هو هذا اللي عنده، من يغلب لعبه خلص صعد للسماء، والاعلام مالتنا يطبل على الخالي بلاش. اي غلب تعادل ويا رونالدو وشوفوا ما ادري. مو هيك يا عمي، هو هيك يرحم ابيك.